مصر الدكتور هشام قنديل. قبل الفاصل حضرتك كنت بتشير لفكره انه تصريحاتك الاخيره اللي تسببت في عاصفه مش بس من الانتقاد، من السخريه مما قلت. كنت بتشير انه ده كان كلام مش المفروض يطلع على الهواء، واحنا عرفنا يعني انه كان المفروض فعاليات او تفاصيل المؤتمر بعد ما تشكر تقول شكرا للناس يتم قطع الهواء وتبقى استراحه وفيها الدردشه. وحضرتك اتكلمت بقى على موضوع حماده ومرضعات بني سويف. هل تعتقد انه ده كان مقصود؟ هو على فكره انا ما قلتش يعني كده، ما قلتش كلمه مرضعات بني سويف دي عشان برضه حتى الكلمه دي اصلا يعني انا ما قلتهاش. وفي نفس الوقت يعني انا يعني حزنت واسفت اشد الاسف ان في بعض الناس تشعر بسبب هذه التصريحات التي لم اصرح بها، ان الناس تشعر بان في اهانه، وناس انا اقدرهم واحترمهم احترام شديد. فده طبعا ده مثال على ازاي التصريحات لما تخرج عن سياقها، او يعني انا اقول لحضرتك انا قلت مثال. طب مبدئيا المطب ده اذا اعتبرته حضرتك مطب، حضرتك يعني عندك شك انه مقصود؟ انا لا اتوقف عن ذلك كثيرا، يعني لا اتوقف عن ذلك كثيرا. انا بس بقول انا حبيت ادي حضرتك امثله. كنت بديت لا يعني فعلا وزير الاعلام دكتور السيد صلاح عبد المقصود كلمك وقال انه هيحصل فيه تحقيق، وانه يعني استشعرنا كده انه ممكن يبقى فيه تشكك انه هناك من يريد ان انا اصدقك القول، يعني مش مهتم. انا اللي ضايقني واللي احزنني واللي اسفني ان الناس تتضايق من حاجه انا ما قلتهاش، او يعني حاجه كنت بتكلم عليها في دردشه واتحطت بطريقه مختلفه تماما. انا قلت لحضرتك هدي امثله. انا ممكن نقعد في الحلقه في الامثله، بس خلينا نقول مثالين صراع. يعني اول مثال موضوع لبنان، طلع تصريح ان انا بقول ان انا ليا حق في اراضي الليبيه، ان مصر دي بعض في الصوره دي بعض الاحتجاجات على التصريحات دي. انت بتتكلم على الناس واهالي بني سويف، وانت بتبدي قدر كبير من التقدير لهم والحزن ان هم استاءوا من التصريحات.